اهلا بيكم من امريكا مع ايمن. حلقه النهارده فيها شويه مفاجآت لان هنكمل كلامنا فيها عن السياسه، والسياسه واضح ان الفتره دي المفاجآت في السياسه ما بتنتهيش. امبارح يوم الخميس انتهت فعاليات مؤتمر الانتخابي للحزب الجمهوري. المؤتمر ده اللي بيقعد 4 ايام من يوم الاثنين لغايه يوم الخميس. في خلال المؤتمر ده زي ما وعدت حضراتكم ان انا هشرح لكم بالتفصيل ايه اللي بيحصل في المؤتمر الانتخابي. بيحصل 2 مؤتمر، واحد للحزب الجمهوري وواحد للحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري عمل المؤتمر بتاعه يوم الاثنين اللي فات، وبدأ يوم الاثنين 3 4 والخميس كان آخر يوم. في خلال ال4 أيام بتيجي حكام الولايات وأعضاء الكونجرس، سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وكل واحد بيقدم المقترح بتاعه. كل ولاية بتقدم هي بترشح مين من أعضاء الحزب إن هو يكون ممثل ليها في الرئاسة، يعني مين هيكون على منصب الرئيس ومين هيكون على منصب نائب الرئيس. والحقيقة بالإجماع جميع الحكام الولايات وجميع ممثلي الولايات، سواء من أعضاء السنتس أو الريبريزنتيفز أو الجافرنرز، كلهم بالإجماع اجمعوا على شخص دونالد ترامب هيكون هو الرئيس، وفانس هو نائب الرئيس. والخميس امبارح بيتقدم الشخص اللي تم ترشيحه اللي هو كان الرئيس السابق دونالد ترامب، وبيوافق على النومينيشن ده، او اللي بيقول ان هو وافق على رغبة الناس ان هو هينزل الانتخابات تبع الحزب على منصب رئيس الجمهورية. دونالد ترامب امبارح اتكلم كلمة تعتبر كلمة تاريخية. المحللين السياسيين وصفوها انها كلمة تاريخية لان كان فيها مفاجآت كتيرة. المفاجأة الاولى، وكان على غير العادة، ان دونالد ترامب اول مرة ما يذكرش كلمة بايدن من قبل سنة 2020، يعني من ساعة لما كان بينافس على مقعد الرئاسة في سنة 2020، ومن قبلها كمان، يعني حتى في حملته الانتخابية في 2016 ما جابش. كان دايما يتكلم عن المرشحين او المنافسين ليه بالاسم. ومن 2020 وهو بيتكلم عن جو بايدن حتى على 2024 بالاسم، دايما يوصفه ان هو جو او سليبي جو او جو بايدن. المرة دي هو قبل الخطبة بتاعته بساعات قليلة جدا كتب ان هو الخطاب بتاعه مش هيكون فيه كلمة بايدن اطلاقا. وفعلا طول الخطاب هو لم يذكر اطلاقا كلمة بايدن، وكان دايما بيتكلم عن الكرنت ادمنستريشن او الادارة الحالية. وكان دايما اتكلم اكتر من مرة قال الادارة الحالية. وحتى لما كان بيحب يتكلم عن جو بايدن يقول the other guy او الشخص الاخر، لكن ما ذكرش اسمه خالص. وهو ده كان استجابة منه لأعضاء الحملة الانتخابية بتاعته ان هو لازم يغير من طريقته اللي بيتكلم بيها في اسلوب الخطاب بتاعه. الحاجة التانية والمفاجأة التانية ان كان برضو خطاب دونالد ترامب دايما بيتصم بالشدة، ودايما بيكون فيه شوية حتة تحيزية شوية. امبارح قال كلمة مهمة جدا جدا، وقال ان انا الحقيقة وجودي كمرشح على كرسي الرئاسة، انا هنا مش عاوز اخد اصوات الناخبين اللي هم هينتخبوني بس، او اللي هم الحزب الجمهوري فقط او الجمهوريين فقط، ولكن عايز اخد اصوات جميع الامريكيين، سواء من اصحاب البشرة السمراء، الهسبانيك او اللي هم من اصول لاتينية، من اصول عربية، من اصول اسيوية. كل الناس انا جاي ال4 سنين دول بوعدكم. والكلمة دي من الكلمات برضو المهمة جدا، قال انا بوعدكم ان ال4 سنين الجايين هيكونوا 4 سنين مهمين جدا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، وانا بوعدكم انهم يكونوا اهم 4 سنين في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الاقتصاد. الشيء بالشيء يذكر ان دونالد ترامب في خلال الفترة بتاعته، في خلال فترة 2000 من سنة 2016 لغاية 2020 في فترة الرئاسة بتاعته كانت فترة انتعاش اقتصادي. وهو امبارح ركز على حاجات مهمة جدا، يعني لازم ناخد بالنا كلنا منها، لان احنا كناس عايشين في امريكا يعني لازم نبقى عارفين التوجه بتاعه ايه او البرنامج بتاعه ايه. دونالد ترامب هيركز بشكل كبير جدا على حاجتين، هم دول اكتر حاجتين اللي هو قال ان هو عاوز يقلل الهجرة الغير شرعية ويحمي الحدود. نمرة 2،
نمرة 3 قال ان ازاي الولايات المتحدة الامريكية تكون هي دولة اسعار الطاقة فيها غالية زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعني تعتبر تضاعفت مرتين عن ما هو ساب الرئاسة، في حين ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر من اكثر الدول في العالم عندها احتياط بترول، او هي الدولة رقم 1 في العالم في احتياط البترول بتاعها. واحنا لازم نرجع امريكا تكون دولة منتجة للبترول مرة تانية، مش دولة مستوردة للبترول، بالعكس تكون دولة مصدرة للبترول. وده برضو خط مهم جدا يا جماعة لازم ناخد بالنا منه، لان اسعار الطاقة بتتحكم في كتير من حياتنا اليومية. الحاجة كمان اللي اتكلم فيها واتسم فيها خطاب ترامب امبارح، ان لقينا ان اللغة اللي بيستخدمها لغة نوعا ما بتميل الى الهدوء اكتر منها الطريقة الحماسية بتاعته. اتكلم عن الحادثة بتاعته، حادثة اطلاق النار، وشرحها بالتفصيل، وقال كلمة حلوة خالص، وقال ان انا كانت ايد ربنا هي اللي معايا في الموضوع ده، وعشان كده انا موجود النهارده، كان المفروض ما اكونش موجود في وسطكم النهارده. ده باختصار كده، يعني حاولت الخص لحضراتكم الخطاب بتاع دونالد ترامب امبارح، لان الخطاب ده كان طويل، وانا امبارح يعني اتفرجت عليه مرتين علشان اركز، عشان انقل لحضراتكم كل اللي حصل فيه. الحاجه الاخيره اللي هتكلم فيها اللي هي ان لما اتكلم عن حادث اطلاق النار، اتوجه هو بالشكر لاسره الشخص اللي توفى في الحادث ده، اللي هو كان وراه وجت طلقه فيه اصابته. الراجل ده توفى في الحال، وكان هو عنصر من عناصر الدفاع المدني، يشتغل في الفاير فايتنج، وعمل لفتة إنسانية حلوة جدا، إن هو طلب من أسرته الخوذة بتاعته والبدلة اللي بيلبسها في أثناء أداء عمله، وحطهم على المسرح، وراح بنفسه قبل الخوذة بتاعته، وقال إن يعني الراجل ده إحنا ساعدنا، بنحاول نساعد الأسرة بتاعته، وجمع 6.3 مليون دولار. وظهر امبارح طلع من جيبه امبارح، قال ان في شخص اداني امبارح مليون دولار، شيك بمليون دولار عشان اوصلها للاسره بتاعته. وهو اتصل بالاسره بتاعت الشخص المتوفي، وقال برضو كلمه انسانيه، يعني كانت الخطاب بتاعه امبارح بيتسم بالانسانيه بشكل كبير. قال ان مهما كانت الحاجات اللي احنا هنقدمها لاسره هذا الشخص، ولكنها لا تمثل شيء بالنسبه لناس فقدوا رب الاسره بتاعتهم. لغايه هنا هقف عند اللي حصل في الكلمه بتاعه دونالد ترامب، وهقول لكم سريعا بقى اللي بيحصل على الجانب الثاني او الجانب الجمهوري. لغايه تسجيل الحلقه بتاعتنا النهارده اللي هو يوم الجمعه، كان في 26 واحد من اعضاء الكونجرس عن الحزب الديمقراطي طالبوا الرئيس الحالي جو بايدن بالتخلي عن فكره ترشيحه للانتخابات الجايه، اللي هم شايفين ان هو هيخسر خساره ساحقه. ولان استطلاعات الراي المبدئيه بتقول ان الشعب الامريكي كله يعني بنسبه كبيره جدا هتدي اصواتها لدونالد ترامب. اللي هوريه لحضراتكم على الشاشه ده استطلاع للراي، انا شخصيا شاركت فيه ودخلت صوتت عليه. ولما بتعمل السيرفي ده او استطلاع الراي ده بيطلع لك النتيجه. وكان الاستطلاع ده عاملاه شبكه سي ان ان، والشيء بالشيء يذكر ان شبكه السي ان ان من الشبكات اللي طول عمرها دايما بتبقى يعني من ساعه لما بدا دونالد ترامب هي ضده، فيعني مش هيكون في اي نوع من انواع التحيز. النتيجه بتقول ان 88% من الناس هتدي صوتها لدونالد ترامب. وده استطلاع رأي، يعني انت بتدخل على شبكه سي ان ان بتسجل وبيطلع نتيجه، ف 88% من الناس اللي دخلت سجلت قالت ان هي هتدي صوتها لدونالد ترامب. وزي ما حضراتكم شايفين 5% بتقول هتدي جو بايدن، و5% هتدي لكاميلا هاريس. ده لو كاميلا هاريس نزلت يعني تاني على مقعد نائب الرئيس، او زي ما الناس بتطالبها ان هي تترشح على مقعد الرئيس بدل من جو بايدن. وده ليه؟ لان جو بايدن كمان صحيا التقارير الطبيه بتاعته بتقول ان من المحتمل ان ما يقدرش يكمل مهام عمله لغايه شهر نوفمبر القادم. يعني احنا دلوقتي في شهر 7 حاليا، دلوقتي قدامنا 8 9 10 11، يعني بيقولوا ان حالته الصحيه بتتدهور، ان ممكن كمان ما يقدرش يكمل لغايه شهر 11 القادم مهام عمله. وفي الحاله دي لو حصل اي حاجه للرئيس او يعني توفاه الله او حاجه زي كده، هيكون البديل بتاعه هي كاميلا هاريس نائب الرئيس لحين بدايه الانتخابات الرئاسيه مره ثانيه. كمان اخر حاجه هختم لكم بيها كانت حاجه طريفه شويه، ان مجله التايمز الشهيره نزلت في عدد من اعدادها السابقه الشهر اللي فات
نزلت صورة الرئيس جو بايدن وهو بتقول له ان هو بيستعد لمغادرة البيت الابيض. تفتكروا حضراتكم ان الانتخابات اتحسمت زي ما بيقولوا كده مبكرا لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، وهيبقى دونالد ترامب هو اللي هيكون الرئيس، هو والنائب الجديد بتاعه جي دي فانس، ولا هيكون في كلام تاني وممكن نشوف حد تاني نازل مكان جو بايدن ويستجيب، وجو بايدن يستجيب للمطالب اللي بتطلب من الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي ان هو يتخلى عن فكرة الترشح بتاعته لفترة رئاسة تانية. هنشوف الايام الجايه دي، احنا بنتابع مع بعض. يمكن انا بحاول بقدر الامكان الفتره دي ان انا اغطي لحضراتكم كل اللي بيحصل في كواليس السياسه الامريكيه، لان زي ما قلت لحضراتكم احنا هنا مش عايشين فقط في امريكا علشان احنا عايشين والسلام، احنا كتير من ابناء الجاليه دلوقتي بقيوا يحملوا الجنسيه الامريكيه، يعني بقيوا مواطنين امريكيين، ولازم يا جماعه يكون لينا دور فعال في البلد. يعني كل واحد حصل على الجنسيه الامريكيه انا بشجعك انك تعرف لجنتك الانتخابيه فين وتروح تدلي بصوتك، لان ده هيفرق. لان احنا دينا شايفين النهارده دلوقتي في خلال الاربع سنين اللي فاتوا من 2020 ل 2024 حصل نتيجه تخاذل ناس كتيره جدا، حصل تدهور بشكل كبير جدا في الوضع الاقتصادي، وشفنا التضخم وشفنا اسعار كتيره بتزيد. وكمان شفنا الاسبوع اللي فات حاكم ولايه كاليفورنيا خد قرار من القرارات اللي صعبه جدا، ان هو قال ان يحق للوالدين ان هم لا يحق للوالدين ان هم يتدخلوا في حياه اطفالهم الشخصيه اللي اقل من 18 سنه في حاله ان هم عاوزين يغيروا الجنس بتاعهم، يعني لو ولد عايز يبقى بنت او العكس. هكلمكم عليها ان شاء الله في حاجه صغيره كده قريب، لان ده موضوع كبير ودخل فيه تفاصيل كتيره هكلمكم عنه. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم في الختام ان احنا لازم نكون فعالين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. احنا مش مجرد بس عايشين عشان نشتغل ونكسب ونجيب بيوت ونعمل عربيات وبس، احنا لازم يكون لنا دور في المجتمع اللي احنا عايشين فيه كمواطنين عايشين على الاراضي الامريكيه. اتمنى الحلقه بتاعتي تكون فرقت مع حضراتكم النهارده، وهتمنى اسمع ارائكم في الانتخابات، تقولوا لي انتوا شايفين ان مسار الانتخابات الفتره الجايه هتكون ماشيه في اي اتجاه. هتكمل ان احنا هل فعلا اتحسمت مبكر لصالح دونالد ترامب، ولا ولا على هيكون الجانب الحزب الثاني؟ الجمهوري هيكون ليه توجه وهيبعت مرشح تاني ممكن يكون مكان الرئيس الحالي جو بايدن. بشكركم جدا 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 وبتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وكان معكم أيمن من أمريكا.